ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل لكم فكره جميله وبسيطه جدا من قشر البرتقال، وبتستفادي منه في حاجات كتيره قوي. اول حاجه، انا بقشر البرتقانه كده غسلاها طبعا زي ما انتوا شايفينها كده. بقشرها بقشاره ومش بسكينه، عشان عايزه القشره بتاعتها تبقى رقيقه خالص. اهم حاجه مطلعش الطبقه البيضه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين القشره بتاعتها رقيقه قد ايه؟ وهو ده اللي انا عايزاه. واهم حاجه ما نطلعش الطبقه البيضاء اللي في البرتقال بالشكل ده كده. اهم حاجه زي ما بقولك القشره تبقى رقيقه خالص بالشكل اللي انتوا شايفين ده كده يا حبايبي. الفكره دي ازاي تقدري تستفادي من قشر البرتقال بدل ما نرميه. لا، انا عملت لكم فكره حلوه جدا وبسيطه وتقدري تستفادي منها في مواصفات كتير قوي احنا بنعملها على طول في البيت. وهقول لكم ايه هي المواصفات اللي احنا بنستخدم فيها قشر البرتقال. شايفين يا حبايبي؟ هو ده شكل القشر اللي انا عايزاه، قريق خالص. تمام. انا كده حبيت قشرت قدامكم برتقانه. وانا يا حبايبي مجهزه معايا شويه قشر برتقان. انا كنت مقشراه قبل الفيديو بالشكل ده كده، كله قريق خالص. تمام. تاني خطوه يا حبايبي، انا مولعه الفرن وبجيب صينيه مفلطحه بالشكل ده وبفرد فيها قشر البرتقال بالشكل ده بس كده. واهم حاجه القشره قريقه ومندخلها الفرن. ولما القشر بينشف خالص زي كاني بحمص عيش، بس بتولعي الفرن من تحت، الشوايه لا، الفرن من تحت. واول ما بينشف هنقولك هنعمل ايه تاني. تابعي معايا الفيديو. طبعا انا هدخله مولعه بليها بشويه الفرن وادخله على الشبكه اللي من تحت مش في الوسط. واول ما ينشف معانا زي العيش انا بطلعه. وتابعي معايا الفيديو عشان تشوفي ايه الخطوه اللي جايه. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده قشر البرتقال انا حمصته. سامعين صوته قد ايه هو ناشف معانا. انا يا دوبك ولعت الفرن، واول ما لقيت ان هو بدا ينشف معانا بطفي الفرن واسيبه في قلب الفرن لمده 5 دقايق وبينشف معانا بالشكل ده. الخطوه اللي جايه بقى يا حبايبي، بعد كده يا حبايبي الخطوه اللي جايه انا بجيب مطحنه اللي عندنا في البيت اللي هي بتاعه التوابل، واحط فيه القشر اللي اتحمص ده كده بالشكل ده وبضربه في الخلاط وبيتحول معانا لبودرة زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. طبعا ما تنسيش تدعميني وتعملي لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتابعي معايا الفيديو للاخر. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بعد ما ضربت قشر البرتقال في مطحنة التوابل شايفين طلع شكله قد ايه. شايفين اتحول معانا البودرة ازاي. طبعا هو بيتن على لونه كده وعلى ريحته كأنك لسه عاملة برتقال فريش. وطبعا هقول لكم ايه المواصفات اللي بينفع معانا. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بينفع معانا في عمل البسكوت بتاع العيد، وبينفع معانا في مربى الجزر، وطبعا بينفع معانا في كيكة البرتقال. بيبقى كأنك لسه عاملة برتقال فريش. وانا طبعا بالشكل ده ريحته حلوة قوي. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة. وطبعا انا بنجيب كل ما بيتبقى عندك شويه قشر برتقال بتعمليه بنفس الطريقه وبتخزنيه في التلاجة، وبنجيب برطمان فاضي وبنعبيه فيه على طول وبتشيليه في باب التلاجة عادي وبيتن معاكي للسنه. وطبعا احنا في موسم البرتقال، وده فرصه كويسه ان احنا نقدر نخزن قشر برتقال ونستفاد منه بالطريقه دي. وبجد لازم تجربي الوصفه دي، هتدعيلي جدا وهينفعنا في مواصفات كتير قوي. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه. واحنا كده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون فكره النهارده عجبت حضراتكم.